كلمة ممكن تضحكك بس في نفس الوقت تقتل غيرك. ناس ماتت من غير ما نعرف علشان ضحكنا على شكلهم، صوتهم، طريقتهم. النهاردة هنتكلم على التنمر اللي بيقضي على الأرواح وإزاي نوقفه قبل ما يفوت الأوان. الناس بتموت مش برصاصة ولا حادثة، دلوقتي بتموت من كلمة، من نظرة، من تعليق بسيط. الضحك اللي انت بتضحكه انت ممكن يكون آخر حاجة هو سمعها. التنمر مش هزار، ولو كان هزار مش الكل عنده نفس الجلد يتحمل. يعني ايه تنمر؟ التنمر مش بس شتيمة، ممكن يكون سخرية أو تجاهل، نظرة، بوست ساخر، أو إنك حتى تضحك لما حد يقع. وأسوأ حاجة إننا بنعمله عادي وبنقول إحنا بنهزر، بس الضحية مش بتسمع الهزار، بتسمع بس الإهانة. ليه بقى الموضوع ده خطر؟ ناس كتير فقدت ثقتها بنفسها، ناس دخلت في حالة اكتئاب، ناس حاولت تأذي نفسها، وناس فعلا راحت. الانتحار مش لحظة ضعف، دي صرخة بعد وجع طويل مفيش حد سمعه. والجملة اللي دايما بتتقال لضحايا التنمر: كبر دماغك، انت حساس كده ليه؟ حساس زيادة عن اللزوم. ازاي بقى نوقف التنمر؟ ابدأ بنفسك، ما تضحكش على حد، ما تشاركش في ترند مؤذي، ما تعلقش على شكل حد، ما تستهنش بمشاعر الناس. لو شفت تنمر ما تسكتش، كلمة منك ممكن تنقذ حياة شخص. وانت لو بتتعرض للتنمر فانت مش لوحدك، احنا معاك. اطلب المساعدة، اتكلم، قاوم فكرة انك قليل، لانك مش كده. في النهاية ابدأ بنفسك، كل واحد فينا بيعدي بحاجات عمره ما قالها، فخلي لسانك أداة لطيفة مش سلاح. وما تستقلش الكلمة اللي بتطلع منك، لأنها ممكن تسيب جرح مش بيخف.